سارة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. كل سنة وحضراتكم طيبين. وانت معلش أنا طيبة عندي حبيبتي. كذا سؤال كذا استفسار، فأنا ممكن أسألهم بسرعة وبعد ما قولي. أقفل تردوا عليا بس تمام. عشان هما كتير. أول واحدة، أنا عندي مشكلة كتيرة جدا في الصلاة. أنا بتشتت جامد جدا طول الوقت لدرجة إن أنا وأنا بقرا حاجة مثلا سورة بفضل أفكر الشيخ كان قال معناها كذا وأسرح في الشيخ وفي الحلقة وانسى اصلا الصلاه. بعد كده اجي الركعه الثانيه لا انا لازم اركز، لازم اركز، افضل اعيد انا مش بعرف اركز في الصلاه. وده بيحصل غالبا في الصلوات اللي بيبقى زي الظهر والعصر اللي ما فيش صوت فيها عالي، لكن ممكن لو عديت صوتي بصوت واضح جامد ممكن ده يقلل شويه التشتت اللي عندي. ماشي. فانا هل كده صلاتي ضايعه؟ لان انا عارفه ان كان في حديث ان المفروض الصلاه بتدعي على صاحبها ضيعك الله كما ضيعتني. هل انا الصلاه بتدعي عليا كده؟ انا ماشي. بعافر جامد جدا عشان اعرف اركز، مش عارفه. ماشي. مش عارفه احلها ازاي. حتى السنن انا مش عارفه اركز جامد. حاضر. تمام. سؤالك التاني. فده نعم. السؤال التاني. هو في نفس الفكره، عشان انا بتشتت انا محدده صور معينه، يعني الظهر مثلا بقرا له الصوره الفلانيه في الركعه الاولى والركعه الثانيه، فهل ده غلط ان انا مثبته صور عشان ما اقعدش اسرح واقول هقرا ايه؟ ولا ماشي. المفروض ان انا ما اعملش كده؟ خلاص السؤال ماشي يا الثاني حبيبتي. دلوقتي، انا جوزي عنده اخت اصغر منه ب5 سنين، هي متجوزه بس جوزها يعني امكانياته محدوده شويه. فانا جوزي مسافر شغال في السعوديه، فهي كل شويه بتطلب طلبات كتير وكلها رفايع، يعني ولادي نفسهم في كذا، ولادي فتقريبا شهريا فوق ال 4-5 آلاف جنيه بتاخدهم منه شهريا. ماشي. أنا بيجيب عندي لك وبيجيب أولاد. لأولادك برضو ولا لأ؟ هو بيجيب كل حاجه، هو مش مقصر معايا طيب. ولا مع ولاده في اي حاجه. ماشي، بس ربنا يكرمك. المشكله ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا مش عارفين نشيل حاجه. يعني الزمن دلوقتي صعب. انا حتى لما كنت بقول ان انا نفسي اطلع حج لازم مش هينفع الظروف، معيش فلوس، ما احنا كل شهر في هو 4 بس 5000 بينفق على جنيه مين؟ ليها. على اخواته؟ طب معلش يا سارة، هو انت ليه باصة للفلوس اللي هو بيديها لأخته؟ طب ما هو برضو بيجيب لك انت وولادك، صح؟ ما هي اخته اصلا هي عايشه مع والدتها ووالدها وعايشين بيصرفوا من معاشهم، يعني هي الانفاق الكامل والدها ووالدتها. طيب. وجوزها ما هي بيشتغل متطلقه، مش شغلانه بتقولي ثانيه متطلقة؟ بسيطه. جوزها لا هي مش مطلقه، متزوجة؟ هي عايشه متزوجه ايوه. بس وجوزها بيشتغل. جوزها إمكانياته بسيطة. امكانياته بس هي طموحاتها كبيره جدا. فانا جوزي لما ربنا كرمه في اخر 10 سنين دي بدا ان هو الشغل معاه يزيد، بدات تطلب طلبات رفاع اولادي نفسهم، يعني مثلا كسوه صيف وشتاء علينا. طب انا هقول لك أصلاً حاجه يا ممكن- ساره، انت عارفه طبعا احنا دلوقتي الولاد الصغيرين في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده، مثلا ده صاحبه او ابنك مثلا، اللي هو يبقى ابن عمه، ابن عمته، ابن ايه، ابن خاله، لابس جزمه مثلا ماركتها كذا، صاحبه في المدرسه لابس كذا وهو الولد ما عندوش، فتروحي قايله لاخوها معلش ممكن تجيب لابني جزمه كذا. مش انت قصدك حاجه شبه كده يعني؟ لا ده هي واصله لمرحله لا انا مش هتعب وانزل اوصل مثلا الولاد المدرسه، فانت شارك لهم في الباص، ادفع لهم ثمن الباص. انا الباص؟ عايزه اوديهم باص مثلا، انا عايزه طب الباص دي اوديهم حاجه ابني مهمه، عايز مش يتفسح. الباص دي ابني حاجه. عايز يتفسح يسافر مع صحابه، عايزه اشترك لهم كده، يعني طلبات كتير مش اساسيه. انا فاهمك يعني ماشي. فاهمك. بس حاضر. انا بقى عايزه اقول لك حاجه. هو يعني الواحد يعني ما يحبش ان حد يتدخل في علاقه الاخوات ببعض. يعني انت لو عندك اخوكي وانت معاكي فلوس وبتدي لاخوكي ولا لاختك، المفروض هو مش من حقه يتدخل. لو انت فلوسك يعني، هو برضه هي لو فلوسه انت المفروض ما تتدخليش. انا بشوف كده ان ما ينفعش الاطراف الاخرى اللي هي مثلا الازواج او الزوجات في الاخر وفي الاول هم، يعني انا شايفه كده غرباء عن صله الرحم دي والاخوات دي. فما تتدخل، يعني انا ما اتدخلش في مثلا في جوزي واخواته، وهو ما يتدخلش فيا في اخواتي يعني. انا هرد سريعا. اما بالنسبه للسؤال الاولاني، هو قضيه الخشوع في الصلاه او ما الى ذلك وعدم التركيز، في استراتيجيات معينه كده لقضيه الخشوع. اول حاجه ان انت حضرتك تركزي على الفرائض بس داخل الصلاه، وبالتالي انت محتاجه تتعلمي يعني ايه اركان الصلاه وما الى ذلك. فاقراي الفاتحه لو بصوت عالي شويه وانت لوحدك فمفيش مشكله، بحيث ان ده يساعد على التركيز، فمفيش مشكله خالص. اخد سوره قصيره وبتاع وما الى ذلك، لكن حاولي نوعي في القراءات الصور في الصلاه، فهذا افضل يعني. وبعض علمائنا كانوا يقولوا الثبات على صور معينة طول الوقت هذا من باب الكراهة، بيكرهوا المسألة دي. الحاجة الثانية اللي هو قضية والله نفس الحكاية بتاعة التشويش، هو داخل في الموضوع ده، وبالتالي المسألة الوسوسة دي هتروح سريعا. السؤال الأخير ده مهم جدا. أنا هوجه رسالة لكل زوج
هقول له وكل زوجة، أي زوجة بتشوف زوجها بيعمل خير وهو مش مقصر معاهم، بل بالعكس تقول له جزاك الله خيرا، لأن صناعة المعروف اللي أنت بتعملها دي تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. دي واحدة. بس هقول لكل زوج اوعى تفتكر ان زوجتك دي ابو بكر الصديق مثلا او عائشه رضي الله عنها. فيقول لي يعني ايه؟ اقول له يعني لما تنفق المال ده كله فاكر ان زوجتك تبقى فرحانه، الشيطان هيدخل. فسيدنا النبي يروح مدي روشته حلوه تانية، يقول له ايه؟ امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. بدل ما تصرف في المصاريف الباهظه دي على اختك الى ذلك، جزاك الله خيرا، لا، ممكن 50% و50% للزمن تحويش. محدش عارف في ايه. امسك، لا النبي قال كده الملك سيدنا كعب، امسك عليك بعض مالك، ليه؟ قال فانه خير لك.